إندونيسيا بلد ما نعرفش عنها كتير، وهي مش بس دولة إسلامية، لأ دي الأكبر في العالم. في الفيديو ده هنكتشف مع بعض جاكرتا، إندونيسيا. متجه على لوكيشن جديد مختلف، بلد أول مرة أروحها. طبعا الابتسامة دي بتبقى موجودة بس لما يبقى بلد أول مرة أروحها. رايح نص أجازة نص شغل، فمتحمس نشوف السفرية تبقى عاملة ازاي. وصلت النهاردة جاكرتا إندونيسيا، عاصمة الدولة الرابعة في التعداد السكاني في العالم. واحدة من الأماكن اللي ناس كتير بتفوتها لما بتيجي إندونيسيا، لأن معظم الناس بتطلع على بالي. فحابب النهاردة أوريكم شوية حاجات عن جاكرتا ونشوف جاكرتا مختلفة ازاي. جاكرتا بتتميز بجوها الاستوائي وتعدد الثقافات فيها. جاكرتا فيها 6 أديان مختلفة عايشين جوه المدينة بمنتهى السلام والحب. في تعدادها السكاني رقم 4 بعد دول زي الهند، الصين وأمريكا. أي حد بيجي على إندونيسيا أول حاجة بيفكر فيها هي بالي، فأنا قررت أعمل حاجة مختلفة واجي جاكرتا النهاردة أوريكم جاكرتا ونتفرج عليها مع بعض قبل ما نطلع على الأماكن اللي كل الناس بتروحها، وعشان أديكم رأيي بصراحة في المدينة ولو هي تستاهل ولا ما تستاهلش. واحدة صاحبتي أعرفها من أيام الجامعة مكلماني بتقول لي أنت عندنا في إندونيسيا لازم تيجي تحضر معانا عيد الفطري. هروح أشوف عيد الفطري بنحتفل بيه إزاي في إندونيسيا. والله الناس طيبة خالص يا خال، متعاونين. وعملت طبق كده عشان ادوق. انا اتحذرت من الاكل كتير، فبحاول اخد موضوع الاكل ده على الهادي عشان ما اتبهدلش. ماما explain to me. بنات ادوني 3 لوحات وقالوا لي يفتحهم في البيت. One of your daughters I think and this. They're very good actually. وصلنا البيت في ثانية اهو، أذان المغرب ورانا عم أبو الهول. اليوم خلص، أنا مش شايف قدامي. الناس وأنا ماشي عندهم البيت ادوني أكل تيك أواي. متربيين والله العظيم بطريقة غريبة، معلقة وشوكة لدرجة المية. قالوا لي مية وأنا ماشي يا ابني، أنت فاهم الأخلاق عاملة إزاي؟ ما يبقاش انا طبعا لو ما مطرتش عليا في اسيا. لازم انا المطر بقى جزء خلاص مني. ايه المكان ده؟ متحف. اجي تاني. بدور على شمسيه، الدنيا كلها عباره عن مطر. جبت الشمسيه. نبتدي بقى اليوم على النظافه او على نشفان بدل ما احنا مبلولين كده. Yo guys, now we're in the Fathahillah Square, the main central of the old town. Why we name this place is Fathahillah Square? Because Fathahillah is one of the commander that's coming from the West Sundanese Empire that was fighting against Dutch and VOC soldier, and Fathahillah died in this area. That's why we name this place Fathahillah Square. ورايا برج موناس، واحد من أشهر الأماكن السياحية اللي موجودة في إندونيسيا. برج موناس طوله 132 متر ومبني تقريبا من 100 سنة. البرج بيعبر عن الاستقلال بتاع إندونيسيا، ومعنى كلمة موناس الناشونال مونيومنت أو التحفة القومية. دي موناس من جوه، ده برضو مكان مفيش حد بيجيه خالص. أنا متأكد 100% مفيش حد بيجي المكان ده. يعني احنا هنا جوه الناشونال مونيومنت اللي هو موناس، والمكان بقى فاضي مره واحده. يعني المكان هنا احلى من المكان اللي بره، بس الناس بتحب تقعد اكتر في المكان اللي بره عشان في ناس تانية. يعني هو كل الفكره ان هو في ناس تانية، فتلاقيش حد هنا غيرنا. المكان ده احنا بس اللي جينا هنا. وهنا عاملين نصب تذكاري بيوري منسوب الارض
في الأماكن المختلفة من جاكرتا. ففي هنا عندنا أول واحد هو منسوب الأرض سنة 1974 في جاكرتا الغربية، منسوب الأرض 74 في جاكرتا الشرقية، وبعد كده فوق خالص كان منسوب الأرض سنة 74 في جاكرتا الشمالية. هنا في البلد في 6 أديان مختلفة. طبعا الديانة الإسلامية 87%، بعد كده مسيحي، هندو، بودست. وبالرغم من ان الصين عمرها ما احتلت اندونيسيا، ولكن كان ليها تأثير قوي جدا على الدولة. اندونيسيا اتأثرت بالتجارة مع الصين بشكل كبير، وكان في عدد كبير من السياح الصينيين طول الوقت. وطبعا الديانة الإسلامية هي الديانة الرئيسية، وده أكبر مسجد في اندونيسيا والرابع في العالم، وفي قدامه بالظبط كاتدرائية مسيحية. حاليا في واحد من أحلى المناطق اللي موجودة في جاكرتا بالنسبة لي، هو شارع للتمشية اسمه شيكيني. شيكيني مشهور إن كل المباني اللي فيه مباني قديمة. دلوقتي هندخل باكوال كوفي ونشوفه مع بعض شكله عامل ازاي. شكل الكافيه، المزيكا جاز شغالة طول الوقت. في فايبس جميلة جدا في المكان. ده شكل المكان من جوه. منطقة مليانة كافيهات، وده واحد تاني برضو اسمه كانتور، ده كافيه قديم. زي ما انتم شايفين الديزاين بتاعه مختلف شوية. الأرض لونها أصفر، أعتقد إن ده ستايل هولندي كله. وبكده خلصت جاكرتا، رحت أكتر من مكان، شفت المدينة شكلها عامل إزاي، فهمت الفايبس بتاع المدينة. وفي الآخر يعني لو حد عايز يجي إندونيسيا وعنده وقت طويل يعدي على جاكرتا، يفهم المدينة، يفهم الدولة شكلها عامل إزاي. لو سفريتك وقتها مش طويل وعارف ان انت مش هتقدر تقضي وقت طويل في البلد، او لو انت مش من هواة استكشاف اماكن جديده لمجرد استكشاف الاماكن، انا ما بنصحش ان حد يضيع من وقت رحله اندونيسيا ويجي على جاكرتا.